بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا إخوة الإيمان المجلس الثاني في المثال الحديث الحسن لغيره. قد أمضينا أو قد مضى معنا في الحلقة السابقة مثال الحديث الحسن لغيره، لكن قد يكون فيه بعض الإشكال أو بعض الصعوبة، فيعني أردنا أو بغينا أحببنا أن نعيد مثال ثاني حتى يكون أقرب للفهم، حتى يكون ميسر إن شاء الله تعالى. نقول مثال الحديث الحسن لغيره، قال صلى الله عليه وسلم: ويل للمكثرين إلا ما قال بالمال هكذا وهكذا 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 4 عن يمينه وعن شماله وعن قدامه ومن قدامه ومن ورائه. هذا الحديث رواه الإمام ابن ماجه في سننه من طريق عن محمد بن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سند ضعيف بسبب عطية ضعيف ومدلس. هذا الإسناد هذا اللي عندنا فيه ضعف. علاش؟ هذا عطية اللي دورنا بالحمر، الذي لا عليه دائر بالأحمر، ضعيف عند المحدثين، وأضف إلى أنه ضعيف، زيادة على أنه ضعيف أنه مدلس، يعني أنه مثلا كيقول على الشيخ ديالو مثلا عن أبي سعيد، ولكن هو قد سمع من واحد راوي آخر ضعيف فدلسه، يعني أخفاه. وإن شاء الله تجينا حلقة خاصة في التدليس، الأنواع ديالو نفصلوا فيه إن شاء الله، ونبسطوا به ونيسروا فيه الأمر أو الفهم ديالو حتى يكون أقرب. إذن عندنا العلة قلنا عطية العوفي ضعيف ومدلس. هناك علة أخرى في الإسناد، هو محمد بن ليلى. هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى بالنسبة لجده، هذا سيء الحفظ، صدوق سيء الحفظ. لكن ابن أبي ليلى ماشي هو العلة اللي عندنا الحقيقية، قلنا لا يعطي علاش؟ لأن ابن أبي ليلى تابعوا، لكن علة الإسناد هو عطية وحده، لأن الأعمش هنا ابن أبي ليلى تابع واحد راوي آخر على الشيخ ديالو عطية، اللي هو الأعمش سليمان بن مهران، الأعمش الكوفي، هذا أحد ثقات الأثبات مروى الصعين وغيره. كذلك هو روى على عطية، يعني شارك ابن أبي ليلى في رواية الحديث عن عطية، وبالتالي كيرفع التفرد على ابن أبي ليلى. إذا كتلقى العلة في عطية العوفي، لأن الأعمش شارك ابن أبي ليلى في رواية الحديث عن عطية، كما رواه الإمام أحمد في مسنده. متابعة أو رواية ديال الأعمش على عطية، أو مشاركة ديال الأعمش لابن أبي ليلى، رواها الإمام أحمد في مسنده 331. إذن كيبقى الإسناد أو حديث أبي سعيد كيبقى العلة ديالو عطية العوفي، لكن وجدنا له شاهدا كيقوي الحديث، يعني الطريقة الأولى. ثم وجدنا شاهدا آخر للحديث رواه أحمد جزء 309، يعني الجزء الثاني صفحة 309، من طريق أبي إسحاق السابعي عن كميل بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إسناد آخر عن أحمد بنفس الحديث، وهذا إسناد رجاله ثقات. هذا الإسناد رجاله ثقات، إلا أن الراوي أبو إسحاق السابعي سميته عمرو بن عبد الله السابعي، اسمه عمرو بن عبد الله السابعي، مدلس، يعني بحال عطية كيدلس، ماشي في ضعيف، لا هو ثقة ولكن كيدلس. أحيانا كيسمع الراوي كيسمع شي شيخ الشيخ ضعيف ولا شي حدث عليه الحديث ديالو يسقط، فهو يوهم أنه سمع من شيخه من شيخ ذاك الراوي اللي سقط، يوم كيقول عن كيسقط الشيخ اللي سمع منه، كيزولو كيقول عن فلان اللي هو الشيخ ديال ذاك الراجل اللي زول الذي اسقطه، واسمه عمرو بن الله مدلس. ثم زيادة عنه مدلس اختلط بآخرة، يعني فاش كبر اختلط، مبقاش محدث كياخدو منه الحديث، يعني وقع فيه اختلاط. ومعروف ان هذا بحث خاص مختلطين، ان شاء الله ان نخصو له حتى هو مجلس، مختلطين من المحدثين بحال عبد الله بن لهيعة، هادو من المختلطين. لكن العلماء المحدثون حددوا كاين اللي روى عليه قبل ما يختلط كياخذوا الحديث ديالو كيصحوا الحديث ديالو، واللي روى عليه بعد ما اختلط كيضعفوا الحديث ديالو.
إذا قلنا الإسناد الثاني في أبو إسحاق السبيعي مدلس السطر الأخير، لكن ده لا يمنع باش نستشهدوا به ونحسنوا به الطريقة الأولى. ومع ذلك فإن الحديث حسن لغيره، باش بمجموع حديث أبي سعيد الأول هذا وهو الحديث أبي هريرة هذا، يولي حينئذ حديث حسن لغيره. والمسألة وضحنا الحسن لغيره وضحنا بمثال يسير وسهل، بحال شي حديث وقع في شي مكان وجا كل واحد من بلاصة وحدة، واحد من المنطقة وحدث بها أنه وقعت الحدث فلان فلانية في مكان فلان فلاني، جا واحد آخر من قنص واحد آخر أو مكان آخر وقلنا بأن وقعت الحادثة في مكان فلان فلاني فاتفقا، فلما اتفقا دل على الواقعة صحيح. كذلك هنا بالنسبة لعلم الحديث العلماء كيقول لما جاء الحديث من طريقين هذا يشهد لهذا وبالتالي يتقوى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.